ورحمة الله تعالى وبركاته. في الدراسات التي تدور حول سيرة النبي عليه الصلاة وأفضل السلام، وخاصة في الغرب الأوروبي والأمريكي، وأيضا الآن ربما في العقود الأخيرة في بعض الدراسات التي تتسربل بالعلمية وتدعي المنهجية في عالم العرب والمسلمين، يفتح في العادة ملف حرج وحساس، إنه ملف المقتلة أو المذبحة أو الإبادة، على اختلاف التسميات والنعوت التي وقعت ليهود بني قريظة على يد النبي عليه الصلاة وأفضل السلام. وفي العادة يقال قتل النبي عليه السلام زهاء 900 من رجال بني قريظة في يوم واحد أو في بضعة أيام، 3 أيام تقريبا، مجزرة من أفظع وأبشع المجازر في التاريخ، هكذا يقولون. ما هي حقيقة هذه المقتلة أو هذه المجزرة أو هذه الإبادة؟ نبدأ أيها الإخوة والأخوات لكي نعطيكم صورة سريعة عن الخلفية، عن خلفية حرب الرسول مع بني قريظة. تعلمون أنه في السنة 4 من الهجرة أجلى النبي عليه الصلاة وأفضل السلام يهود بني النضير من ديارهم حول المدينة المنورة، وذلك أنه قصدهم بعد أن أعربوا عن موافقتهم لكي يساعدوه ويعينوه في دفع دية لرجل أو لرجلين في الحقيقة من بني عامر قتلهما أحد الصحابة خطأ، وهو يظن أنهما في غير حلف وعهد مع الرسول. على كل حال، وبنو عامر كانوا حلفاء لبني النضير، وذهب النبي هناك فائتمر به بنو النضير لكي يقتلوه، وأتاه الوحي وأخبره بالمؤامرة الخبيثة الخائنة، فانطلق النبي وبعد ذلك أجلاهم من مضاربهم ومن أماكنهم على أن لهم كل ما حملته ركائبهم من أموالهم من ذهبهم وفضتهم ومتاعهم، فمنهم من قصد بلاد الشام، ومنهم من يمم وجهه شطر خيبر، شطر خيبر. هذه كانت البداية. ما علاقة هذا بما حصل مع بني قريظة؟ علاقة هذا أن أحد زعماء بني النضير، رأس كبير من رؤوسهم، وهو حيي بن أخطب والد أم المؤمنين التي ستصير بعد ذلك أما للمؤمنين، صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها وأرضاها. حيي بن أخطب هذا حركه الحقد والرغبة في الانتقام والثأر، إلى أن أتى قريشا في مكة المكرمة وجعل يقنعهم بضرورة أن يحزبوا الأحزاب وأن يتألبوا مع قبائل عربية أخرى مشركة إلبا واحدا على محمد وأتباعه في المدينة المنورة، ووعدهم بأشياء واستمدهم أشياء فوافقوا. فلما خرج من عندهم، من عند أبي سفيان وجماعته، أتى غطفان فأقنعها أيضا بأن يتحزبوا مع الأحزاب على أن لهم ثمار خيبر أو التمر خيبر بالأحرى، التمر، تمر النخيل، تمر خيبر لسنة كاملة، لسنة كاملة. فوافقت غطفان، وهكذا تحزبت الأحزاب، بنو سليم وبنو مرة وفزارة وغطفان وقريش وأشجع، 10,000. فلما أقنع هؤلاء أتى حيي بن أخطب كعب ابن أسد، وكعب ابن أسد هو زعيم بني قريظة وصاحب عهدهم وميثاقهم مع رسول الله، يعني الرسول عليه السلام كان قد واثقهم وعاهدهم. والذي تولى هذا العقد والتعاهد من طرف بني قريظة هو كعب ابن أسد القرظي. ففي البداية لم يوافق كعب ابن أسد، قال بيننا وبين الرجل عهد وميثاق نحن ملتزمون به. يقول الرواة وكتاب السيرة ظل يفتله في الذروة والغارب، يتحيل عليه ويقنعه، وأقسم له أنهم سينتصرون على محمد، وفي أسوأ الظروف أنهم إن لم ينتصروا على محمد ولم يظفروا به، قال له حيي بن أخطب أنا سأكون معك في حصنك، ما يجري عليك يجري علي. للأسف هذه على طريقتهم، ينبض لهم العرق القديم، ينبض لهم العرق القديم. أغفر الذمة ونقض العهد كعب ابن أسد. بلغت الأخبار من وراء الرسول عليه الصلاة وأفضل السلام، فأحب أن يتثبت
وهذه على عادته التي تدل على وفور عقله وتمام وكمال حكمته، أحب أن يتثبت فأرسل 4 من أصحابه: سعد ابن معاذ وهو سيد الخزرج الأوس عفوا، وسعد ابن عبادة سيد الخزرج، وخوات ابن جبير، وعبد الله ابن رواحة. أرسلهم فأتوا كعب ابن أسد في حصنه وكلموه، فوجدوه ووجدوا اليهود القرظيين على أخبث ما سمعوا عنهم والعياذ بالله، حتى أنهم سبوا النبي عليه الصلاة وأفضل السلام. فتأكد الخبر، تأكد الخبر. الخطة كانت إخواني وأخواتي أن الأحزاب 10,000 لأول مرة يحتشد مثل هذا الجيش اللي جب 10,000 أحزاب العرب، معركة الخندق، الأحزاب أن يأتوا من جهة الشمال، على أن يأتي يهود بني قريظة من جهة الجنوب. تعرفون جهة الجنوب الخندق لم يكن محيطا بها، الخندق لم يكن محيطا، كانت مكشوفة، ولذلك يهود بني قريظة اتفقوا مع قريش، ذهب إليهم النضري حيي بن أخطب واستمدهم 2000 مقاتل، قال نحتاج إلى 2000 مقاتل. لماذا؟ لأنه يبدو أن مقاتلي بني قريظة كانوا عددا يعني منزورا، كانوا عددا يسيرا جدا، لم يكونوا كثيرين، فاستمدوا 2000 مقاتل، استمدوا قريشا 2000 مقاتل على أن يأتوا المدينة من جهة الجنوب. الآن من فيها المدينة؟ ليس فيها إلا النساء والصبيان والشيوخ والعجزاء. ولذلك يقول المؤرخون، وأنا هنا لن أحتج بمؤرخ مسلم أو عربي، سأحتج بمؤرخ أجنبي اسكتلندي وهو مونتجومري وات في كتابه محمد في المدينة، قال لو أن خطة يهود بني قريظة نجحت وتيسر لهم أن يدهموا المدينة من جهة الجنوب لقضوا على محمد وأمته قضاء مبرما. هذه الشهادة من وط مهمة جدا لكي نقف على حجم الجريمة التي أجرمها واقترفها يهود بني قريظة. تعلمون إخواني وأخواتي، الله تبارك وتعالى كفى المؤمنين القتال بأسباب كثيرة. الخندق الذي احتفره المسلمون، بعض الناس يظن أنه خندق يسير، هذا الخندق كان طوله أكثر من 5 كيلومتر، بذل فيه الرسول والصحابة جهودا جبارة جدا يا إخواني، أكثر من 5 كيلومتر. فهذا الخندق فعل فعله بفضل الله تبارك وتعالى. نعيم بن مسعود الذي أسلم وقام بالحيلة المعروفة لكل من درس السيرة، ودق إسفين الشك والارتياب بين يهود بني قريظة وبين أبي سفيان وقريش، فهؤلاء لم يأمنوا ولا هؤلاء أمنوا هؤلاء، الحيلة المعروفة. بعد ذلك طيلت مدة الحصار، شهر تقريبا، الأحزاب حاصروا المدينة يا إخواني شهرا تقريبا، ولكن لم يجد الحصار نفعا. ثم أرسل الله تبارك وتعالى الرعب عليهم والريح الصرصر الباردة، فأطفأت نيرانهم وكفأت قدورهم، وانقلبوا خائبين خاسئين، لم يعودوا بخير، وكفى الله المؤمنين القتال. عاد النبي الآن وأصحابهم الخندق بعد شهر كامل من الرباط يا إخواني، والجوع والخوف، ونجم النفاق، وبدأ المنافقون يتحدثون محمد كان يعدنا ملوك كسرى ملك كسرى وقيصر، ونحن الآن في ظرف لا يستطيع أحدنا أن يخرج لقضاء حاجته. نجم النفاق والعياذ بالله، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. اقرأوا سورة الأحزاب تتحدث عن تفاصيل كثيرة مهمة. نعم. عاد النبي إلى المدينة المنورة، فما هو إلا أن وصل وتهيأ للاغتسال والاستقرار، أتاه جبريل: الله يأمرك أن تسير إلى بني قريظة. فقال عليه السلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان سامعا مطيعا، فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. بني قريظة مشيا تبتعد عن المدينة 6 أو 7 ساعات مشيا على أرجل، فبالركوبة طبعا أقل من ذلك بكثير. وانطلقوا إلى بني قريظة. في البداية أيها الإخوة والأخوات، لما رأى القرظيون من حصونهم المرتفعة، بلغة القرآن الكريم صياصيهم، جمع صيصية، لما رأوا جيش رسول الله قادما راموهم، جعلوا يرشقونهم بالنبل والسهام، لم يجنحوا إلى السلم ولم يستسلموا ولم يعترفوا بعظم جرمهم ويطلبوا حتى الاعتذار، إنما راموهم، لكن لم يجدي نفعا. في اليوم الثالث بعد هذه المراميات طلبوا من رسول الله أن يحكم فيهم
وأن يفعل فيهم مثل ما فعل في بني النضير، أن يخرجوا يغادروا البلد والمكان على أن لهم ما حملت الركائب، فأبى النبي. بعد ذلك لما عجزوا ويأسوا طلبوا منه عليه السلام أن يخرجوا بأنفسهم من غير أموالهم، فمنعهم أيضا هذه، وأبى عليهم إلا أن ينزلوا على حكمه فيهم، له فيهم حكم، فلم يوافقوا، واستمر الحصار في المشهور يعني 25 يوما أو 25 ليلة، 25 يوما أو 25 ليلة. لما جهدهم الحصار وأيقنوا ألا نجاة وأن لهم النجاة، وافقوا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ سيد الأوس. هل ترضون به؟ وهم حلفاؤهم، فرضوا بحكم سعد بن معاذ، وكان قد أصيب بسهم، كان عليلا محموما من جراء إصابته بالسهم، فأتي به فقال: هل ترضون بحكمي على ما ها هنا أو على من ها هنا وعلى من ها هنا؟ يعني أنا أحكم بحيث يرضى بنو قريظة، وبحيث أيضا يعلن عن الرضا مسبقا المسلمون أيضا، حتى الرسول قال: سأحكم بما يملي عليه ضميري، فاشترط على الاثنين، على الرسول وأصحابه وأيضا على القرظيين، فوافقوا، وافق الفريقان. فقال: يا رسول الله، حكمي فيهم أن تقتل المقاتلة، المقاتلون يقتلون، خونة، هؤلاء خونة، لو تم لهم ما أرادوا لربما فني الإسلام كما قال مونتجومري وات، انتهى كل شيء. لكن الرسول بحكمته عليه السلام، بذكائه، بحسن تدبيره العسكري، ماذا فعل؟ لما سمع بهذا أرسل 500 مقاتل إلى المدينة من الذين كانوا لدى الخندق، أرسلهم إلى المدينة وجعلوا يكبرون في أنحاء المدينة. فعلم القرظيون بأن في المدينة مئات وربما أكثر من مئات من المقاتلين، فلم تنجح خطتهم، وإلا كانوا عازمين على أن يفعلوا ذلك وأن يستأصلوا شأفة المسلمين، لعنة الله على الظالمين الخائنين الغادرين. على كل حال قال: أن تقتل المقاتلة، وأن تسبى النساء والذرية، وتؤخذ الأموال، هذا حكمي. النبي قال: الله أكبر، لقد حكمت فيهم بحكم الله تبارك وتعالى من فوق 7 أرقعة، هذا الحكم. ثم استنزلوا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. استنزلهم الرسول. أيها الإخوة والأخوات، الآن يقول كتاب السيرة المؤرخون لسيرة رسول الله: استنزلهم واقتادهم جميعا، اقتاد المقاتلة واقتاد النساء والذرية والذراري إلى المدينة المنورة، على منورها ألف تحية وألف سلام. وهناك أنزلهم في دارين: دار بنت الحارث النجارية، امرأة يقال لها بنت الحارث من بني النجار، يبدو أن بنت الحارث هذه كان عندها دار وسيعة متسعة المرافق والأنحاء قليلا، فأنزلهم فيها. وأنزل البقية، ربما طبعا النساء والصبية الصغار في دار، والرجال الشيوخ الكبار والمقاتلة في دار أخرى، أسامة ابن زيد. ثم بعد ذلك أمر عليه الصلاة وأفضل السلام باحتفار خنادق عند سوق المدينة، احتفار خنادق، وأخرجوا إليها أرسالا، يعني 5 5 ربما 10 10، تضرب رؤوسهم، رؤوس من؟ المقاتلة. يقول الإمام محمد بن إسحاق صاحب السيرة التي اختصرها الإمام ابن هشام، يقول: وكانوا بين يعني 600 و700، والمكثر لهم يقول كانوا بين 800 و900، هكذا يقول 600 و700، وبعض الناس يبالغ والمكثر لهم يقول كانوا بين 800 و900، لكن هذا رقم مخيف، حتى